السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الفشار بالثوم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ووعدك الطعم هيعجبك جدا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، ياريت لو أول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عندي حلة على البوتاجاز، حطيت فيها معلقتين من الزيت وسبتها تسخن كويس جدا. نزلت بنص كوباية من ذرة الفشار، وكمان هضيف نص معلقة من الملح، وهقلب كويس جدا لحد الفشار ما يتحمص ويبدأ يفرقع. الطريقة دي يا بنات جميلة جدا، وعايزة اقولك طعمها كان تحفة. بس في بعض الملاحظات كده، لو انت هتعملي الطريقة دي هتشتغل على نار هادية جدا. خلاص كده الفشار بدأ يفرقع، هنستنى كده تفرقع كام واحدة تاني. وخلاص كده دلوقتي هنزل بنص معلقة من الثوم البودر، وهقلب كويس جدا. النار هاديه زي ما قلت لك عشان الثوم البودر ما يتحرقش منك. وهغطي الحله وهسيبها لحد ما كل الذره تتحول لفشار بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي. عايزه اقول لك ريحته وطعمه كان تحفه. ان شاء الله تجربي الطريقه دي وهتعجبك جدا. واتمنى لو الفيديو عجبك لايك كتير للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. طعمه كان تحفه، مش قادره اقاوم طعمه بصراحه، عجبني جدا. دي تاني مره اجربه. انصحك كمان انت تجربيه، ويا ريت لو عجبك تكتبي لي في الكومنتات. وهوريك الحله دلوقتي الاخر حبايه، مفيش ولا حبايه اتحرقت. شايفين الحله ما شاء الله اهي نظيفه جدا، ومفيش اي حبايه اتحرقت لان كنت شغاله على نار هاديه. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واشوفك في فيديو جديد.